ازيكم يا حلوين، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل النهارده حلوة مع بعض، حلوة تحفة جدا جدا. هتنفعكم، أحلى وجبة تقدموها في رمضان، أحلى طبق حلوة تقدمه في رمضان. وهي ايه الوجبة دي يا عزة؟ تعالوا نقول لكم ايه هي مش وجبة، هي حلوة. تمام. هقول لكم هي بمكونين اتنين اللي هنجيبهم من بره. تمام، ومكونين من البيت. المكونين اللي في البيت دول معروفين، موجودين دايما، مفيش بيت مصري يخلع. المكونين التانيين دول هما دول الأساسيين للحلوة بتاعتنا دي. صلوا على النبي كده في البداية، ما تبخلوش عليا باللايك والشير. بحب ارحب بكل اخواتنا اللي بيتابعونا من مصر ومن خارج مصر. كل اخواتنا اللي بيدعموني وبيشجعوني، اقول لكم ما تحرمش منكم ابدا يا رب، ويديمكم دايما في حياتي. وفضل ولا يسعى حطوا اللايك واعملوا متابعة، واللي بتابعوني منين ولكم جزيل الشكر. اول حاجة جبنا كوباية ونص سكر، تمام، علشان انا اتكلمت شوية. البدل بتاعتنا كيلو ونص، كوباية ونص سكر، سوري معلش. كوباية ونص سكر، هنحط عليها نص كوباية عسل كلوكوز، نص كوباية مية. طبعا انتوا عارفين ان عسل الجلوكوز رابط بقى الجو برد وكده، فانا بعملها طبعا بالليل، فالجو يعني اكتر كمان بروده. طبعا الحاجه ماسكه، فانا عارفه المعيار بتاعي، بس هي نص كوبايه. لو انت مش عارفه تعيرها زي ما انا بعملها، اعمل نص كوبايه. هنا هنجيب نص معلقه ماء ورد، معلقه صغيره ماء ورد. تمام، وهنبدا ان احنا ندوبها كده. قلنا كوبايه ونص سكر، نص كوبايه عسل جلوكوز، نص كوبايه ميه، ونحط عليها معلقه صغيره ماء ورد، ونحطهم على البوتاجاز لحد ما يسخن. هنبدا نعمل الحركه التانية. ايه هي يا عزة؟ 3 معالق جيلاتين. الوجبة بتاعتنا دي أهم حاجة فيها الجيلاتين. تمام. وعسل الجلوكوز، دول المكونين اللي هنجيبهم من بره. المكونين الموجودين في البيت المية والسكر. وكده عملنا الحلوة بتاعتنا. تمام. تمام. هنا حطينا الجيلاتين، 3 معالق كبار جيلاتين، هنحط عليهم نص كوباية مية دافية، وهنحط عليهم باكو فانيليا. وده اختياري، براحتك. عايزة تحطها، عايزة تحط ماء ورد زيادة زي ما تحب. تمام. طبعا قلبتها كده وحطيتها. نيجي للخطوة التالتة، امشوا معايا بالتدريج. طبعا هنا بعمل والسكر لسه سايباه هو يدوب على البوتاجاز، وهوريكم هنمشي معاها ازاي. تمام. هنا جبنا الصينيه اللي هنحط فيها. لو موجود عندك ورق زبده تمام، مش موجود عندك ورق زبده حطي كيس. هي الاتنين دول اهم حاجه، يا ورق زبده يا كيس. انا ما كانش متوفر عندي ورق الزبده في الوقت ده، استخدمت الكيس. حطيت طبعا فانيليا بتاع، حطيت جوز الهند، وحطيت زبيب. دي الرقه الاولى. تمام. هنا طبعا حطينا السكر يدوب معانا على البوتاجاز. تمام. مش هنسيبه يغلي، مجرد ما يبدأ يفور معانا ده نص ليمونة، برضه عشان تديله مزازة كده حلوة. مجرد ما نحس ان هو بدأ يفور معانا، نعد 60 ثانية، وبعد كده نطفي عليه. يعني شايفين اهو، ده بدأ ان هو يغلى. هنعد معانا 60 ثانية بالظبط، وبعد كده نقوم طافيه. اهم حاجة امشي بالخطوات صح. كده بقى ان هو عدينا 60 ثانية، الحمد لله كده عدت على خير. هنطفي عليه بقى البوتاجاز، ونبدأ الخطوة الأساسية. هنا طفيت عليه. شايفين الجيلاتين بيجمد ازاي يا جماعة؟ أهم حاجة في ال في الطريقة دي، إن احنا نعمل الجيلاتين، ونعمل عليه عسل الجلوكوز وهو سخن. في ناس تقولك لا بارد، لا، أهم حاجة اعمله وهو سخن. يعني تسيبيه يهدى مثلا قيمة 3 4 دقايق كده، وبعد كده تعمله. شايفين الدخانة بتاعته؟ يا سيدي على العظم. واديله بقى، اضربي براحتك، اضربي بصي كأنك فيش غلك كده فيه، كأنك مخنوقة من حاجة وعايزة تتخانقي معاها. اهو اديله. طبعا هنفضل نديله. في ناس بتقولك لا اضربها دقيقتين 3 دقايق 5، لا والله يا جماعة انا فضلت اضرب في اكتر من 10 دقايق. اه والله بجد. وهقول لكم حاجة، احنا معانا نظر. انت ممكن المضرب بتاعك قوي، ممكن المضرب ضعيف عفوا. لحد ما تعمل معاكي زي الكريمة. شايفين الخطوة اللي هي بتعملها دي؟ كده بتعرفني ان هي نجحت، بس هي لسه. يعني كل شوية اختبرها اشوفها، ها كده ولا لسه، ها كده ولا لسه كده يعني. بنظر عينك هتحسي ان هي خلاص بقت القوام معاكي مناسب وتمام. اوكي تمام. حسيت ان هي لسه محتاجه اهو، لسه عايزه. انا بحاول ان انا اجربها اهو، بلاقي لسه كمان عايزه، لحد ما احس ان القوام تقيل اكتر. هتعمل معاكي زي نظام كريم. انتوا لو شفتم اصلا هتلاقوا كميه تضاعفت معايا. يعني كنت حاطه يعني يعتبر كوبايتين، واعتبر نصهم فرع البوتاجاز اللي هي يعني طلعت في البخار. شايفين كانت كميه بسيطه جدا في البوله. هنا طبعا جهزت معايا. ما نستناش عليها تبرد في البوله يا جماعه. ننزلها في الصينيه وهي لسه سخنه اهو، او مش وهي سخنه، ننزلها في البوله وهي لسه ما ربطتش. لان مجرد ما هنسيبها هتلاقيها مسكت معانا وعملت زي الاسفنج كده. طبعا انت عرفت ده. ودي الغلطه اللي انا عملتها. هقول لكم هي الغلطه ان انا حطيت الاول جوز الهند
قبل الزبيب، لأ هي العكس، تحط الزبيب الأول وبعد كده جوز الهند. بس إحنا يعني هي بالنسبة لي مش غلطة، لإن إحنا مش بنحب الزبيب، أنا حطيته كمنظر. أنا كنت عايزة تحطي كريز، عايزة تحطي مثلًا كاجو، تحطي فول، تحطي فستق، أي حاجة تمام معاكِ. هي كان مجرد إن إحنا بندّي لكم شكل بس. بس إحنا في الطبيعة مش بنحب الزبيب. طبعًا هنا زي ما أنتم شايفين ما شاء الله، ما شاء الله عملت معانا. نحطها في التلاجة قيمة 10 دقايق وهنطلعها. اللايك، اللايك، اللايك. والله العظيم باحاول أقدّم لكم حاجة تفيدكم وتنفعكم في حاجات كتير، يعني داخل علينا رمضان، صدقوني طبق جميل جدًا إن أنتِ تفرّحي بيه أولادِك، تفرّحي بيه حبايبِك. لو رايحة زيارة عند حد من حبايبِك وعايزة تاخدي حاجة في إيدِك وتكون عمايل إيديكِ، طريقة مش مكلفة. هتدّي معاكِ كمية حلوة. والله العظيم الأولاد قاعدين جنبي بُصّوا مش عاطينّي فرصة. آه والله، يالّا، 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 يالّا. دي القشطة. لو لسه ما حدش يعرف إيه اللي أنا عملته ده، دي اسمها قشطة. القشطة دي بتيجي في حلاوة المولد، تمام، تيجي في حلاوة المولد. بس صدقوني والله العظيم عمايلها في البيت أحلى مليون مرة من اللي بنشتريها من برّه. هي عمومًا أرزاق، بس صدقوني بالطريقة دي أجمل بكتير، بكتير عن ما إحنا بنعملها، عن ما إحنا بنشتريها من برّه. حاجة صحية وبنفرّح أولادنا. شايفين المَطّة؟ يا سيدي على الجمال، أنا أشدّها بترجع معايا. والله العظيم جميلة أوي، أوي، أوي بجد. جرّبوها وهتدعوا لي. أمانة عليكم، كل اللي يجرّبها بالطريقة بتاعتي ما يبخلش عليّا باللايك والشير ودعوة حلوة من قلبكم. أمانة، أمانة، كل اللي يشوف الفيديو يشيّره، تمام. طبعًا انتم شايفين الطريقة معاكم ممتازة، طريقة ناجحة، ما فيش فيها أي حاجة صعبة. أنا باحاول إن أنا أقدّم لكم كل اللي أقدر عليه، حاجات إن هي تفيدكم، حاجات إن الكل يقدر يعملها. شايفين؟ الله! يا سيدي على الجمال. والله العظيم حاجة، بُصّوا، حاجة فاخر من الآخر. شايفين المَطّة؟ أسفنجية، تمسكوها كده أسفنجية. شايفين الأولاد؟ باقول ورّي لها دي يا ماما، ورّي لهم دي يا ماما، ورّي لهم دي يا ماما. شايفين من تحت الزبيب مسك إزاي؟ عشان الزبيب كان هو كان فوق جوزة الهند. لمّا تيجوا تعملوها من فوق بقى حطّوا حطّوا الزبيب الأول وبعد كده جوزة الهند، ما تغلطوش غلطتي. أشوفكم في فيديو آخر بقى إن شاء الله، ويا رب أكون ضيفة خفيفة على قلبكم، وأقول لكم مع السلامة يا غاليين.